عارف الثلاث تمرات دول مصيبه وكارثه انت بتعملها في نفسك لما تاكلهم في رمضان على الفطار. حضرتك بتقول ايه؟ ايوه، التمر ده ضرره اكتر من فوائده. ازاي بقى؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي. بالراحه بس كده قبل ما تتعصب وتتخانق معايا. تحب يجيلك مشكله في البنكرياس او السكر او القولون وبطنك تنتفخ وتفضل طول اليوم تدي في غازات ويحصل لك مشاكل في الكلى، فوق كل ده يجيلك صداع نصفي. ايوه، كل ده بقى بيعملوا التمر. طب ازاي؟ بص بالراحه خالص وانا هقول لك. ارغي يا عم الامور. التمر عامل زي قنبله سكر، لما تيجي تاخده على معده فاضيه بعد 16 ساعه انت صايم فيها جسمك هيعمل ردود افعال هتضرك، خصوصا لما تقرر انك تاكل تمر كل يوم. انا عارف انك هتقول لي انت بتقول ايه يا عم، ده التمر ده سنه. والله العظيم انت شكلك لا دكتور ولا حاجه. وممكن تروق عليا كمان بكلمتين اكتر من كده. عم روح الله يسهل لك. بس الكلام اللي انا هقوله حقيقي 100%، وهي انك لما بتكون صايم من 16 ساعه السكر في جسمك بيوطى جدا. تيجي اول حاجه تدخلها بقك بقى هي واحده من التمر اللي حوالي 80% منها سكر صافي، وده بيعمل حاجه اسمها قفزه مفاجئه في السكر. جسمك يبقى عامل وقتها زي الاسفنجه الناشفه، مجرد لما تنزل عليه بشويه ميه هيشفطها بسرعه. هنا بقى البنكرياس بيجيله صدمه ويضطر يضخ انسولين بنسبه اكتر عشان يلم الليله السوداء اللي انت عملتها دي، والضرر بتحس بيه بعد الاكل على طول. هتلاقي نفسك جسمك تقيل وعايز تنام، وعلى المدى البعيد تمر على الفطار هيعمل لك مقاومه انسولين، وده اول الطريق لمرض السكر. طب التمر يقف لحد هنا؟ طب ضرر التمر يقف لحد هنا؟ لا طبعا، اوعى يغرك التمرات الصغيره دي. انت عارف ان 4 تمرات بس فيهم حوالي 300 سعر حراري؟ يعني كيس التمر اللي بيتحدف عليك وانت ماشي بالعربيه قبل الفطار ده وانت بدات تتنقنق فيه وانت طالع على السلم بعد الاذان كانك بالظبط ضربت طبق رز قبل ما تبدا الفطار. حط على ده كمان ان السكر اللي فيه نسبه فركتوز عاليه. الكبد لما بيلاقي الكميه دي ما بيعرفش يتعامل معاها كويس، فيبدا يحول الزياده اللي دخلت جسمك دي لدهون ثلاثيه تتخزن على الكبد، او اضعف الايمان في منطقه البطن، او تعمل لك دهون حشويه وفي الاخر يبقى عندك كرش. غير ان في خدعه كده اسمها مقاومه الليبتين، ودي اتكلمت عنها دراسات بتقول ان الفركتوز اللي موجود في التمر ده ما بيخليش المخ يحس بالشبع عشان فيه هرمون اسمه ليبتين، وده اللي بيقول لمخك كفايه اكل انا شبعت. السكر العالي والفركتوز بيعملوا تشويش على الهرمون ده، والنتيجه انك بعد ما تاكل التمر ده بدل ما جوعك يتسد مخك ما بيوصلوش اشاره الشبع، فتلاقي نفسك مفجوع وتخش على الوجبه الرئيسيه بشراهه كبيره. ده اسمه فتح شهيه عافيه، ده غير القولون والانتفاخات اللي هيسببها التمر. بص بقى، التمر ده في ماده كده اسمها سوربيتول، وده نوع من السكر الكحولي. الماده دي لما بتنزل على المعده الفاضيه الجهاز الهضمي بياخد صدمه، والسوربيتول ده بيمتص الميه اللي في الامعاء، وساعتها بيعمل اسهال وغازات وانتفاخات ويخلي بطنك قد الكومودينو اللي جنب سريرك بالظبط. كرشي بقى مدور ورجلي بقيت ما بشوفهاش. وجامعة موناش الأسترالية صنفت التمر وبالذات المجفف إن فيه مواد سكرية عالية جدا بتخمر في البطن، وكمان التمر فيه مادة اسمها فروكتان. الإنزيمات بتاعة المعدة ما بتقدرش تهضم المادة دي كويس، فاللي بيحصل إن المادة دي بتنزل على الأمعاء والبكتيريا فيها بتعمل عليها حفل، والحفلة دي بقى بتطلع غازات الله ينور. وكمان لو عندك بقى قولون عصبي قول على نفسك يا رحمن الرحيم. الجديد واللي أنت ممكن ما تكونش عارفه إن التمر كمان بيعمل صداع نصفي، عشان في دراسات أجنبية كتير اتكلمت وقالت ان التمر فيه حمض اميني اسمه تيرامين، والماده دي معروف عنها انها ممكن تحفز الصداع النصفي عند ناس كتير، خصوصا لو عندهم مشاكل في الضغط. ابص بقى، هتقول لي التمر ده سنه وبيشفي من امراض كتير، هقول لك انا الاثنين. التمر ده بيضر وبينشط امراض كتير، وكل حاجه في الدنيا فيها داء وفيها دواء، المهم تشوف ايه اللي يناسبك وتاخده. بس بنسبه 90% التمر ما ينفعش تاكله خالص على الفطار. وبس بقى، لو عندك صلاه قوم صليها، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده، ولو عايز تقول لي حاجه اكتبها لي في الكومنتات تحت. يلا رمضان كريم.